حاجه. في ايه في ايه شوف نفسك بقى. وبعدين يا استاذ علي اللي انت بتعمله ده ما يصحش على فكره، انا في بيت محترم هنا. محترم ايه؟ هو انا كلمتك انا؟ هو في ايه؟ تعالي يا اسماء شوفي جوزك. بس في ايه؟ وانا عملت لك حاجه؟ عملت لي حاجه ليه وانا استنى كمان لما تعمل لي حاجه؟ لا ده انا افرج عليك الناس يا حبيبي. في ايه؟ هو في ايه يا زينب؟ في ايه يا علي؟ تعالي يا اسماء شوفي جوزك. جوزي؟ ماله جوزي؟ انا عارف. حصل ايه يا علي؟ ما اعرفش جوزك وانا خارجه من هنا من الاوضه وساباني نايمه راح شدد من عليا العبايه. ينفع كده يا اسماء؟ انا جوزي انا يعمل كده؟ يعني انا هتبلى عليه يعني يا اسماء؟ ليه كده يا علي؟ ما حصلش. انا انت بتقولي ايه؟ يعني انا يا اسماء مأمناكي وجايه قاعده في بيتك جوزك يعمل فيا كده؟ هو انت يا صاحبتي جايباني عشان تبهدليني؟ والله زعلت منك، ما كانش العيش والملح اللي بينا. يا شيخه ده انا صدقتك. انا ما حصلش مني، ما عملتش كده. شفتي يا اسماء؟ ما حصلش. يرضيكي كده يا اسماء اللي حصل فيا يعني؟ يا نهار اسود. حقك عليا يا زينب. حق ايه؟ بس انا ما كنتش اعرف ان هو ممكن يعمل حاجه زي كده والله العظيم. حق؟ هو الحق ايه يا صاحبتي؟ الحق هيعمل لي ايه بعد ما جوزك عراني دلوقتي؟ صوتك بس يا زينب عشان الجيران. بالله عليكي ما تفضحناش. ليه كده يا علي؟ ليه كده؟ حرام عليك بجد، فضحتني يا بنت وربنا ما عملت حاجه. ده انا قاعد على الكنبه ولقيتها فجاه بتقول لي انت يا لهوي وصوتت. يعني انا صاحبتي يا علي؟ صاحبتي؟ ايوه بتتبلى عليا. ايوه ما حصلش حاجه. يا شيخ روح ربنا ينتقم منك ان شاء الله. طبعا مش هقولك يقعدهولك في عيالك عشان دي صاحبتي وانا عمري ما اتمنى لها حاجه وحشه، لكن انت ربنا ينتقم منك يا بعيد. بس يا زينب وطي صوتك بالله عليكي بقى، وحقك هيجيلك لحد عندك. حق ايه؟ حق بقول لك انا ما كلمتهاش. حق ايه؟ انت مجنونه؟ وهي هتتبلى عليك ليه يا علي؟ انا عارف دي فجاه طلعت من الاوضه. يعني انت عارفه ان انا ممكن اعمل كده؟ انا مش عارفه اصدق مين ولا اكدب مين بجد. قولي لي يا صاحبتي، قولي لي انت هتطلعيني انا كدابه بعد ما جيت في بيتك واتهنت فيه؟ وانا اللي واكله معاكي عيش وملح ومفكراكي هتصونيني وانا جايه قاعده عندك يومين. انا جايه قاعده عندك انت اللي قلتي لي انت وحشتيني تعالي اقعدي عندي. اكيد يعني مش انا اللي هسلط جوزي عليكي يا زينب. انت عارفه انا بحب علي قد ايه. امال جوزك ليه عمل كده طالما انت بتحبيه وهو بيحبك؟ يعني افهمها غلط انا كده؟ عملت ايه؟ انا عايز افهم. هو انا حاسس ان انا في حلم. هو ايه اللي حصل؟ عامة خلاص يا صاحبتي كتر الف خيرك، انا ماشيه وشكرا قوي على الجميل اللي انت عملتيه معايا. كتر خيرك. طب استني بس يا زينب. يا زينب يا بنت وربنا ما عملت حاجه ولا حصل حاجه. ده انا قاعد فجاه ولقيتها بتعمل انت كده. منك لله. من انا مش لله؟ هقعد لك فيها تاني بعد اللحظه دي. طلقني يا علي. يا بنت وربنا. طلقني، انا مش هينفع اكمل معاك. انا مش هقدر اكمل معاك مره تانية. يعني انت بتصدقي صاحبتك وبتكدبيني؟ واصدقك انت ليه ان شاء الله؟ وهي اصلا ايه مصلحتها ان هي تتبلى عليك؟ يعني بعد العشره دي كلها بتصدقي واحده غريبه؟ هي مش غريبه، دي عشره عمري. ماشي. اللي انت شايفاه اسماء اعمليه. ما دام ده اللي هيريحك، ما دام ربنا شايفني وعارف ان انا ما غلطتش، خلاص براحتك. عارف ربنا قوي. يا بنتي ده انا صدقتك. ده انا بجد والله صدقتك. ده حق مراتي تصدقي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. في ايه يا اسماء؟ لسه بتعيطي؟ مش قادره اصدق اللي علي عمله فيا يا مودي. يا بنتي اكيد في حاجه غلط. والله علي محترم ومؤدب وما يعمل حاجه زي كده ابدا. امال يعني هي هتتبلى عليه ليه؟ ما انت عارف زينب من زمان وطول عمرها متربيه معانا وطالعه معانا في بيتنا يا مودي. طب وليه لا ما تتبلش عليه ليه؟ ما يمكن لها هدف تاني ما حدش فينا يعرفه. تفتكر؟ بص يا اسماء اقول لك على حاجه. علي احنا عارفينه كويس قوي، وقبل ما يكون جوزك علي صاحبي من قبل ما يتجوزك، وصاحبي ده يعني انا عارفه وعارف عنه كل حاجه. علي مستحيل يعمل كده مع زينب وفي بيته. انت بتقولي زينب ايه؟ هي اللي ممكن تعمل كده، ما احنا برضو عمرنا ما شفنا منها حاجه وحشه يا مودي. هقول لك على حاجه. انت ليه باصه لنص الكوبايه الفاضي؟ ما تبص على النص المليان. خلي بالك زينب وانا واثق ومتاكد ان لها هدف من اللي عملته ده. هدف ايه؟ يعني هدفها ان هي تخرب بيتي وتخليني اكره جوزي؟ طب ليه وعشان ايه؟ ده انا بديلها الحلو كله. انت عارفه ان زينب متطلقه، وعارفه برضو ان في بنات بتغير من بعض، وعارفه برضو ان البنات كلها بتغير من بعض، واي واحده بتشوف واحده غيرها حلوه ومرتاحه بتبقى عايزه تخرب عليها، حتى لو صاحبتها وعشره عمرها. بس يعني ما اعتقدش ان زينب ممكن تغير مني. هي برضو كويسه معايا يا مودي. اهو بص بقى، زي ما انت ما تعتقديش ان زينب تغير منك وتعمل كده، انا كمان بقول لك ان علي مستحيل يعمل كده. في الاخر كده يا مودي انا شايفه انك انت بتدافع عنه عشان ده صاحبك، وانتوا رجاله زي بعض، وانا الموضوع بالنسبه لي منهي. انا مش هرجع لعلي، ويا ريت تخليه يوصل لي ورقه طلاقي. يا بنت اهدي،
اهدي بس، انا ما خلاص بقى يا مودي انا تعبت. ما هو انا برضو مستحيل اصدق ان علي يعمل كده. ايه يا علي اللي انت عملته ده يا علي؟ ينفع كده؟ يا عم عملت ايه؟ انت كمان يا مودي مصدق؟ اه صدق يا علي. اي نعم قدام مراتي انا ما سبتش فيك ودافعت عنك، بس هي عندها حق. وبعدين ايه هدف زينب في الموضوع ده؟ والله العظيم يا مودي انا قلت انت الوحيد اللي مش هتصدق فيا وهتقنع اختك، جاي انت تقول لي. بقول لك يا علي، قول يا مودي. لو الكلام ده حصل قول لي وانا اعرف الم الموضوع. استغفر الله العظيم يا رب. هو انا وش ذلك؟ هو انت عمرك شفتني مشيت مشي بطال يا مودي؟ طب امال ايه الحكايه بالظبط؟ يا ابني بقول لك انا قاعد على الكنبه هنا ولقيت واحده طالعه راحت فاتحه العبايه ومصوته، يا لهوي يا لهوي. انا بقيت مذهول، ده شغل افلام ده. ما بقتش عارف اتكلم. ازاي يجي لك جرأة تعمل حاجه زي كده؟ في حاجه مش طبيعيه في الموضوع وانا متاكد في حاجه مش طبيعيه. يا اسطى طب ما هي طول عمرها بتيجي هنا. علي احلف بالله دلوقتي ان انت ما عملتش حاجه. والله العظيم ما عملت حاجه ورحمه ابويا ما عملت حاجه. واقول لك على الاكبر بقى، هي دايما كانت بتبعت لي رسائل وما رضاش ارد عليها وما رضاش اقول لاختك عشان ما تخسرها. غلطان. اقول لك غلطان ليه؟ عشان انت لو كنت وريت اختي الحاجات دي كنت هتبقى برأت نفسك وكانت علاقتها بيها من وقتها وما كانش هيحصل اللي حصل ده يا عم علي. عموما انا بقى هوقعها في شر عملها، هكلمها في التليفون وهسجل لها وهسمع اختك يا عم. يا عم علي تسجل لها ايه؟ حاجه تاني؟ يا عم انك يدهن عظيم الحريم، انت مش قدهم ولا انا قدهم ولا حاجه. ما انا بقى هجرها اعرف ان اختك خلاص بقى اتطلقت ومشيت بقى والدنيا فاضيه وبتاع فاهم، وهتجوزك وبتاع. بص يا علي، لو عليا انا صدقتك، لكن اختي لا مصدقاك ولا هتصدقك، فانت عليك ان انت تبرأ نفسك بس. ودي بتاعتي انا بقى يا مودي. ماشي يا عم علي. ماشي يا مودي. ماشي يا زينب. ماشي يا زينب. تعملي معانا كده. ماشي. الو. الو ازيك يا زينب؟ مين؟ علي يا زينب. كنت عارفه ان انت هترن عليا يا علي. والله. طب انا عايز اسال سؤال، انت ليه عملتي كده وخليتيني خسرت مراتي وطلقتها علشان انا قلت لك كذا مره يا علي ان انا بحبك وعايزاك، وانت قعدت تقولي لا انا بحب مراتي بحب مراتي. طب اهي مراتك اول حاجه قلتها عليك صدقتها عليك يا حرام. ايه؟ زي ما سمعت قعدت اقول لك يا علي انا بحبك وعايزاك وانت تقولي لا ده انا بحب مراتي ومراتي بتحبني وما اقدرش استغنى عنها. فادتك مراتك دلوقتي لما انا اتبليت عليك وهي صدقتني وكدبتك انت. بس انا برضو مستغرب، يعني برضو دي صاحبتك تعملي مع صاحبتك كده؟ يعني ايه صاحبتي؟ يعني مش فاهمه. صاحبي وصاحبك على القهوه يا حبيبي. طب انت استفدتي ايه دلوقتي؟ انا بيتي اتخرب دلوقتي. انا كده بقى مستريح وفرحانه ان بيتك اتخرب. عارف ليه؟ قولي ليه. عشان انت جيت دلوقتي ورجعت لنا في الاخر ورنيت عليا. طب ما كنت قلت من الاول كده يا زينب بدل الحوارات دي. طب ما انا قلت لك يا علي وانت اللي قعدت تنشف دماغك. انا كنت فاكرك يا زينب بتهزري. لا المواضيع دي ما فيهاش هزار يا علي. خلاص يا ست، وما دام انت بتحبيني قوي كده خلاص يا ست هتجوز. تتجوزني؟ بس انا مش موافقه ان انت تتجوزني خلاص. والله؟ والله. هو عيني فيه واقول اخيه. خلاص يا زينب براحتك. عموما انت عارفه رقمي، فكري ورن عليا. ماشي يا علي، مع السلامه. ازيك يا مودي؟ اتفضل. لا انا مش هتفضل. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ كويس يا اسماء انك واقفه. بص انا قلت لك هجيب دليل براءتي والحمد لله، يعني عايز بقى ايه تسمع كده وتستأني. اسمع يا علي. صاحبتك وحبيبتك. اسمع. ايه؟ زي ما سمعت قعدت اقول لك يا علي انا بحبك وعايزاك وانت تقولي لا ده انا بحب مراتي ومراتي بتحبني وما اقدرش استغنى عنها. فادتك مراتك دلوقتي لما انا اتبليت عليك وهي صدقتني وكدبتك انت. بس انا برضو مستغرب، يعني برضو دي صاحبتك تعملي مع صاحبتك. ده الكلام ده كان انت قابلتها ولا في التليفون؟ ده في التليفون، ده لسه النهارده. انا بس حبيت اعرفك ان صاحبتك ناديه ومش كويسه، اللي كلت معاه عيش وملح. اقول لك على حاجه، انا مش هتكلم، انا هسمعك الباقي. يعني ايه صاحبتي؟ يعني مش فاهمه. صاحبي وصاحبك على القهوه يا حبيبي. طب انت استفدتي ايه دلوقتي؟ انا بيتي اتخرب دلوقتي. وانا كده بقى مستريح وفرحانه ان بيتك. مش انا قلت لك انت الكلام يا ده؟ زينب بتعملي فيا كده؟ مش انا قلت لك علي مستحيل يعمل حاجه زي كده، واكيد زينب اللي عامله الكلام ده كله من دماغها.
بص يا مودي، انا مراتي لو مقصره معايا في البيت في حاجه هقول لك ماشي، لكن بصراحه هي مش مقصره معايا في حاجه. طب انا ليه هعمل كده؟ يا عم علي، البني ادم المتربي مستحيل يخون مراته حتى لو مقصره معاه في حاجه. بس الغلط عند اختك. قول لي ليه جوزك يبقى موجود وتجيبي واحده ليه في البيت وانا ابقى قاعد، وتقعد بالساعتين والاربع والخمس ساعات واوقات كمان تبات، وده صح؟ لا، وانا اتكلمت معاه في وانا الموضوع. قلت لها 100 مره البيت دي مش كويسه، تقول لي لا انت ما بتحبهاش. ادي صاحبتك. طب عندك بقول لك حق حاجه، يا علي. حصل خير وكويس ان انت جبت دليل براءتك. روح انت دلوقتي وساعه واجيب اختي واجيلك. ماشي. سلام يا مودي. سلام يا اخويا. سلام يا اسماء. عاجبك كده؟ احنا مش قلنا الكلام ده من الاول؟ مش قعدنا وقلت لك اكيد زينب هي اللي عامله الموضوع ده، وزينب بتغير منك، قلت لي لا مستحيل، ده عشره عمري وعيش وملح، وقعدت تقولي لي شريط حياتك انت وهي. يعني انت كنت تتوقع ان هي تعمل كده يا مودي؟ طب وبعد التسجيل اللي انت سمعتيه ده، اظن كلامي وكلامك ملوش 30 لازمه، والتسجيل اللي علي سجله لها ده جاب بيه براءته واثبت لك ان زينب واحده خاينه، ولا صنعت عيش وملح ولا صنتك انت اصلا. انا مصدومه بجد فيها، بس والله العظيم ما هرحمها. لا، اخد الحق حرفه، واعتبر الند لاجتنابه. يعني انت تعملي ايه من ابو اخر؟ نقطع الشك باليقين وما نعرفش زينب تاني، ونبص بقى لجوزنا ولبيتنا ونهتم بيه، وصاحبتك ايا كان واحده غير زينب او غيره ما تجيش بيتك. صح، عندك حق. ويلا غير هدومك عشان اوديك لجوزك. حاضر.